في وقت العالم فيه بيعيش أزمات اقتصادية وحروب وتضخم بياكل الفلوس، الناس كلها بتسأل نفس السؤال: أستثمر في إيه؟ الذهب ولا البيتكوين؟ مين فيهم الآمن؟ ومين فيهم ممكن يخليني مليونير؟ ومين ممكن ينهار في ثانية ويضيع لي كل فلوسي؟ خلينا نبدأ من الأول. الذهب الكلاسيكي اللي عمره آلاف السنين. الذهب هو أقدم وسيلة لحفظ القيمة. من زمان والبشر بيعتبروه الأمان وقت الخطر. أزمات، حروب، عملة بتنهار، الكل بيجري على الذهب. ليه؟ لأنه أصل ملموس، نادر ومعروف، وبيتحدد سعره بعوامل واضحة زي التضخم، سعر الدولار، قرارات البنوك المركزية، التوترات السياسية والاقتصادية. لكن برغم إنه آمن، سعره مش بيقفز بسرعة. الارتفاع بيجي ببطء، وده بيخليه مناسب للي عايز يحافظ على قيمة فلوسه مش يضاعفها بسرعة. البيتكوين المجنون اللي قلب الطاولة. بيتكوين طلع سنة 2009 كفكرة مجنونة، عملة رقمية لا مركزية، مفيش حد بيتحكم فيها. عرضها محدود ب21 مليون بس، وده خلى الطلب عليها يزيد بشكل جنوني. ناس اشترت بيتكوين بدولارات بسيطة وبقوا مليونيرات بعد كذا سنة. لكن في المقابل، ناس اشترت وقت ما السعر كان عالي وخسرت كل حاجة بعد ما انهار. سعر البيتكوين بيتأثر بحاجات كتير جدا: العرض والطلب، إقبال المؤسسات الكبيرة، تصريحات مشاهير زي إيلون ماسك، قرارات الدول بخصوص تقنينه أو حظره، الاختراقات وأزمات منصات التداول، حتى شائعات تويتر ممكن تغير سعره. يعني البيتكوين مربح جدا، لكن خطير جدا. هل ممكن البيتكوين ينهار فعلا؟ آه، حصل قبل كده. في عام 2021 وصل لحوالي 69 ألف دولار. بعدها بسنة نزل تحت 20 ألف. ناس خسرت كتير ومؤسسات أفلست. ليه؟ قرارات الفيدرالي الأمريكي بتشديد السيولة، انهيار منصات زي FTX، قوانين جديدة في أوروبا والصين وأمريكا، فقدان الثقة وقت الأزمات. يعني البيتكوين قوي لكنه هش في نفس الوقت. طيب والذهب؟ ما فيهوش مخاطرة؟ أكيد فيه مخاطرة، بس مش زيه. الذهب سعره بيطلع وينزل، لكن نادرا ما بينهار فجأة، وبيفضل دايما الملاذ الآمن وقت الأزمات. طب أستثمر في إيه؟ الإجابة على قد جيبك وعلى قد قلبك. لو بتدور على الأمان والاستقرار ومش مستعد تخسر، الذهب اختيار منطقي. لو مستعد تخاطر وبتفهم في السوق ومستعد تقرأ وتتابع، البيتكوين ممكن يكون فرصة. بس خلي بالك، دي ساحة مش سهلة. الخلاصة: الذهب عمره ما أفلس، لكن عمره ما خلى حد غني بسرعة. البيتكوين ممكن يخليك مليونير أو يخسرك كل اللي معاك. القرار في إيدك، بس خده بعقلك مش بعاطفتك. وافتكر، أهم استثمار هو إنك تفهم قبل ما تشتري.